ايه عاملين علينا بروم وبيبيعوا لنا الوهم؟ تعالوا بقى نسيبنا من كلام بروشورات ونشوف العربيات دي في بلدها عامله ايه بالظبط. في مصر ممكن عربيه تنجح عشان وكيلها شاطر وعربيه تقع عشان وكيلها، لكن الصين ده اكبر سوق في العالم، يعني البقاء هناك للاقوى بس، والارقام ما بتكذبش. جبت لكم مبيعات 2025 لاكبر 10 شركات في الصين، من ال10 دول شركه واحده بس ملهاش وكيل عندنا، واحده ثانيه راجعه بوكيل جديد وهنكون في حفل اطلاقها معاكم ان شاء الله قريب جدا. BYD بايعه في الصين بس لوحدها 3 مليون و800 الف عربيه، انت متخيل الرقم؟ اللي بيحاول يجري وراه في المركز الثاني وفارق كبير فولكس فاجن بمليون و700 الف. المركز الثالث والرابع منافسه تكسير عظم بين ولاد العم جيلي وشيري، والاثنين بفوق المليون ونص عربيه لكل واحد. الخامس العملاق الياباني تويوتا بمليون و300 الف. السادس بقى مفاجاه شانجان بايعه مليون و160 الف عربيه. يا ترى بنشوف الرقم ده في مصر؟ السابع تسلا ب 750 الف عربيه. بس هنا خد بالك ان الحصان الاسود هي تسلا موديل واي بايعه لوحدها 470 الف عربيه، يعني حرفيا شايله مبيعات الشركه كلها على كتافها. الثامن هافال وبايعه 690 الف عربيه في الصين. تخيلوا مثلا انها في مصر ما بتحصلش 2000 عربيه في السنه، شفتوا الفرق؟ التاسع هوندا ب 580 الف عربيه. وبرده هنا السؤال، فين هوندا في مصر؟ واخيرا العاشر MG برده ب 580 الف عربيه. كده احنا خلصنا 10 كبار. تفتكروا مين رقم 11؟ على فكره الشركه رقم 11 بايعه اكتر من 500 الف عربيه وليها عربيات كتير جدا في شوارعنا. اللي يعرف هي مين يقول لي في الكومنتس، واكتبوا لي لو عايزين نكمل لحد 50 شركه كمان.